المشكله بقى ان انا بفكر هنجيب فلوس منين. هي دي المشكله. ربنا يسهل، هتيجي فكره. في ناس كتير جدا باعتين لي بيقولوا كل واحد يتبرع بجنيه لقناه الفراعين. ناس كتير جدا بعتوا له بيطالبوا بهذا الموضوع. احنا هندرس ان كل واحد يتبرع بجنيه لقناه الفراعين من خلال مكاتب البريد اللي موجوده في مصر. يبقى احنا كده القناه الشعب بيتفرج عليها بيدفع جنيه كل 6 شهور. كل 6 شهور تدفع جنيه وتكلم القناه ببلاش وتبعت لها رسائل ببلاش وكل حاجه ببلاش، واخد بال حضرتك؟ ولا عايزين اعلانات من حد علشان ما يجيش يقول لنا لا ده انتوا خبطتوني، ولا محتاجين اعلانات من حد. الشعب هيشغل القناه باذن الله بجنيه واحد بس. هنعلن عن بعد ما نعمل الاتفاقيه مع هيئه البريد، كل واحد هيدفع في البريد جنيه باسم قناه الفراعين بس. وابقوا شوفوا بقى هتضغطوا عليا ازاي. هتجولي من هنا هفكر لكم من هنا، وانا معايا الشعب وانتوا معاكم الاستعمار. نشوف بقى مين اللي هيكسب، الشعب ولا الاستعمار.